السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة كريم فاميلي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. والنهاردة قصتنا قصة عجيبة غريبة مريبة ومرعبة في نفس الوقت. قصة القط أوسكار اللي تنبأ بموت 50 أكتر من حالة، 50 وفاة، بنسبة دقة تصل 100%. ويا رب دايما قصصنا تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. ونبدأ القصة غريبة فعلا، تخليك تحس ان ممكن الحيوانات تحس برائحة الموت. فنبدأ القصة ونقول بسم الله. بيقول لك: هل تشم الحيوانات رائحة الموت؟ هذه القصة قد تنبأ ب50 حالة وفاة بنسبة دقة تبلغ 100%. وهذه واحدة من أغرب القصص التي قد تقرأها على الإطلاق عن قط يستشعر موت الأشخاص بطريقة عجيبة ودقيقة وغريبة ومريبة ومرعبة للغاية، ولا يعلم السر إلا الله طبعا، والعلم عند الله. هننقل لكم القصة زي ما فهمناها، والتفسير والبيانات معاكم، وقولوا لنا رأيكم. ممكن يكون لها أكتر من تفسير، في تفسير علمي، تفسير ديني، تفسير عقلي، زي ما انتوا تحبوا. قولوا لنا تفسيراتكم في التعليقات. ونبدأ القصة بدأت في عام 2005. تم تبني قط يبلغ من العمر 6 أشهر، تم تسميته بأوسكار من قبل مركز ستيري هاوس للرعاية الصحية في ولاية رود آيلاند الأمريكية، لتتم تربيته كقط أليف مع مجموعة قطط تانية لتنظيف الدار من القوارض والحشرات. ولكن مع ذلك لاحظ العمال شيء غريب في الموضوع. في القط ده كان مختلف، منفصل عن بقية المجموعة القطط، مش بيلعب معاهم ولا بيكون معاهم، وكان مختلف عن الباقيين. فالقط اوسكار ده كان يفضل عادة انه يفضل لوحده، وكان بيزحف احيانا لسرير المقيمين في دار الرعاية من كبار السن، ويحضنهم ويفضل جنبهم لفترة من الوقت. الغريب في الموضوع والمثير ان الشخص ده اللي القط دخل عليه قط وقعد معاه شوية يلعب معاه وقعد معاه، اللي اوسكار بيحضنه بيموت بعدها بخلال ساعات، ما يعديش يوم يكون ميت. عاش اوسكار فترة طويلة في الطابق الثالث في المصحة، وهو الطابق اللي تتنقل ليه حالات المرضى الخرف، او بمعنى ادق الحالات اللي يئس منها الاطباء، ويتوقع الاطباء وفاتهم في اقرب وقت. وفي البداية لم يفكر الموظفين كتير في الموضوع، ولكن بعد حدوث الأمر ده أكتر من 25 مرة، لقوا الموضوع غريب، وكانوا حاولوا يتابعوا الموضوع دوت، وخصوصا ان كل شخص يروح جنبه في الأوضة بتاعته بعدها بساعات يتوفى. فلاحظوا القط ده بجانب أحد الأشخاص لما لاقوه جنب الشخص أي مريض، يتصلوا على أهله وأحبائه يحضروه ويودعوه قبل ما يموت. وفعلا كان بيموتوا. من اول الحالات دي كانت السيدة عجوز في المصحة من نزلاء المصحة، مصابة بتخثر الدم في ساقها، وكانت في غيبوبة، وكانت ساقها متيبسة وباردة، وسبب عدم وصول الدم ليها. لكن الأطباء ما كانوش متوقعين موتها قريب. غريبة فعلا، توقعوا حدوث مضاعفات خلال 12 ساعة، بس ما كانوش متوقعين ان القط ده يموت، عفوا المريض ده يموت. فلما جه اوسكار فجأة وقعد جنبها على السرير، وجلس جنب رجلها المصابة وغطاها، وقعد يدفي رجلها بالفرو بتاعه. بعد قرابة الساعتين من اللعب معاها مشي وساب المكان. بعدها بشوية لقوا العجوزة ماتت، رغم ان الدكاترة كانوا متوقعين ان هي ما تموتش وكان يحصل لها مضاعفات، لكن مش خطر لحالة الوفاة. دقة اوسكار واللي بلغت اكتر من 25 حالة متتالية اتذكرت في مجلة نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين وجرانين تانية زي التلجراف، جعلت الموظفين يقوموا ببروتوكول جديد وغريب غير عادي فعلا. بمجرد ان تم اكتشاف ان هو بينام جنب المريض، يقوموا بالاتصال على احد افراد العائلة بتاعته وحبايبه علشان يزوروه في اسرع وقت قبل ما يموت. ويعتقد الباحثين بأن أوسكار يقدر يشم رائحة المواد الكيميائية الحيوية اللي بيطلقها الخلايا الميتة قبل موت الإنسان. وقال أحد الأطباء معلق على قدرات أوسكار: ممكن يكون باستطاعته تمييز الرائحة المحددة مرتبطة بالموت، وهذا ما أيدته العالمة جوان تينو، وهي أستاذة جامعية متخصصة في مجال الصحة بجامعة براون.
بحيث بتقول ان انا اعتقد ان مواد كيميائية معينة تطلق داخل الجسم عند الاحتضار، جسم الشخص عموما، واوسكار يستطيع شمها لانه كان قط مختلف عن بقية القطط. وفي احدى المرات اقتنع الموظفين ان احد المقيمين على وشك الموت، لكن اوسكار رفض الجلوس معه لانه كانوا متوقعين ان هو حالته خطيرة وهيموت، وكانوا بيحاولوا يدخلوا عليه اوسكار. رفض يقعد معاه ومشي، وبدل من ذلك راح لمقيم تاني كان شكله صحي وسليم، ما فيهوش اي تعب خطر عليه، بس هو كان كبير في السن، انما ما كانش عنده اي امراض خطر او شيء. وهو الغريب والعجيب فعلا موضوع ان الشخص السليم اللي اوسكار راح قاعد جنبه هو اللي مات، اما المريض اللي كانوا الاطباء والممرضين متوقعين موته فضل عايش ما ماتش. وبكده توقع اوسكار وتحليله كان صح. مات اوسكار في عام 2022، وطوال حياته تنبأ بدقة اكثر من 50 حالة وفاة، غريبة فعلا. هذا والله اعلى واعلم، وعالم الغيب والشهادة، واستغفروا ربكم تفلحون. الموضوع غريب فعلا، واتذكر في تقرير من CBS نيوز في عام 2009، وجه في جرائد كبيرة زي تلجراف وجرائد اخرى، نيويورك تايمز وجرائد تانية. غريب الموضوع فعلا. القط ده جايبينه فعلا بالصوت والصورة، مصورينه، وفي صور ليه هحاول احطها لكم فيديوهات في الفيديو ان شاء الله، ويا رب القصة تعجبكم. قولوا لنا انتوا ايه رأيكم في التعليقات. هل ده فعلا كان ممكن يكون جن متلبس في روح القط؟ هل ممكن يكون فعلا حد من جن مثلا، او ملاك متغطي في شكل قط الغريب، او ممكن قط فعلا كان بيشم رائحة الموت غريزيا، فكان مختلف عن بقية القطط التانية. الله اعلى واعلم. وفي النهاية ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير، لان هو اللي بيساعدنا نكمل. ويا رب يعجبكم قصة جديدة، وان شاء الله نكون احسن كل مرة بمساعدتكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام.